عسلامة عسلامة. مرحبا بكم في يومياتنا التونسية وفي وصفة زمنية من قاع الخابية وديتكم بها اليوم، اللي هي وصفة المقروض بالسميد من غير فارينة. الوصفة الصحيحة الزمنية اللي كانوا يستعملوها أماتنا وجداتنا، ونحبكم انتوما تودوني زادة باللايك وبالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. نبداو نحطو رطل سميد 5 يسي اللي هو متوسط، نحطو عليه نص رطل سميد أرطب، وباش نزيدو عليه مغرفة صغيرة ملح، ونخلطوهم الكل مع بعضهم بالكدا بالكدا، ونزيدو عليهم مغرفة صغيرة كركم، ونبداو نخلطو فيهم لوطون اللي سخن الزيت. الزيت يلزم يكون يغلي 250 مليلتر زيت حتى 300 مليلتر. صبوا من الاول 250، ومن بعد تشوفوا اذا كان ناقص تبسيس تكملوا اكل 50 مليلتر اللي فضلت هذيك. ولهنا تحلوا بلاصه في الوسط باش نصبوا فيها الزيت السخون، وتاو تشوفوه كيفاش يبدا زيت يغلي. هاكا لهنا نصب الزيت، اعذروا كيفاش باش يكشكش، ريتوه هكاكا لازم يكون يغلي هكاكا. وردوا بالكم ما تعملوش بيديكم الاول خاطر سخون. تخلطوا بالمغرفه اللوح، زاده لازم بالمغرفه اللوح تخلطوه بالكدا بالكدا كيما تشوفوا هوني. هاكا نبدا نبثبث فيه بشويه بشويه بالزيت حتى للي الزيت يدخل في المكونات الكل بشويه بشويه. وهوني بعد ما حسيت الزيت برد، وبعد ما خلطته بالكدا بالكدا، شوفوا هو اصلا اللون متاعو تبدل معناتها. نبدا نبثبث فيه بشويه بشويه بيديا هكاكا. شفتوه كيفاش هكاكا حتى حسيت اللي هو معناتها الزيت دخل فيه الكل. وتوا باش نخليه يرتاح اقل حاجه مينيموم ساعتين. لهنا بعد ما ارتاح السميد متاعنا نجيب 300 مليلتر ماء دافي، ونبدا نصب شويه، وراه ما نعجنش، نبدا نلم. ريتو كيفاه نبدا نلم من غير عجنان، خاطر اذا تعجنوا راه باش يولي خبز، يولي سايبك التعليقه نتاعو يولي خبز. هوني تبداو تلموا باش كيما تشوفوا الطريقه الصحيحه هي هكا. تبداو تلموا بشويه بشويه هاكا. هوني باش نشوفها كيفاش اعذروا كيفاش نعملها. اذا سي بون معناتها هيك تلمت معايا، واعذروا الزيت نتاعها كيفاش تبدا انا ننزل وهي تقر في الزيت نتاعها هاكا هكاكا. توا باش نزيد نخليها ترتاح مينيموم ساعه اخرى حتى لي تشرب الزيت بالكدا، وتزيد تشرب الماء اللي صبيته فيها بالكدا بالكدا. شفتوها كيفاش تلمت معانا هاكا. وهوني بعد ما ارتاحت باش نبدا نعملها كعبرات صغيرين، وكيف كيف باش نعاود نخليه يرتاح ساعه اخرى. نعرفوا كيفاش كل ما تخليوه يرتاح كل ما السميد يزيد يعطيكم الطوع ويمشي معاكم وما يتحلش ويجيكم هشوش ويجيكم شادد في بعضه بالكدا بالكدا. وهوني كملت عملتهم الكل على شكل كعابر. شوفوا كيفاه. وباش نغطي عليه كما قلت لكم غطيته بالصحن وزدته فوق بمنديله وخليته يرتاح ساعه. هوني باش نبدا نحضر في الشحور. خذيت 500 غرام سكر عليهم 250 مليلتر ماء، وبديت نخلط فيهم على البارد هكاكا بشويه بشويه حتى يذوب معانا السكر. ونردو بالنا باش ما نخليوش السكر يتنطر على جناب باش ما يعملناش الكريستاليزاسيون، ومن بعد نحطوه يطيب على الغاز. وبالطبيعه بديت هوني نحضر في التمر متاعي باش هكاكا يبدا لي ساهل. هاكم حضرت لي بودام تاع التمر وخليتهم على شيرة، وباش نبدا نخدم معاكم كعبات المقروض. هنايا خذيت العجينه ريتو هذيك كعبوره الاولى. بعد ما ارتاحت بالكدا بالكدا نبدا نحل فيها بشويه بشويه. شفتوا كيفاش هاك بترطش الصوابع راهو يتحل مش بالكف، بشويه بشويه هاكا شي ساهل. قد ما يرتاح المقروض قد ما الخدمة متاعو تجي مطاوعة ويجيكم ساهل ويجيكم هشوش وبنين. شفتوا كيفاش. وتبداو تلموا عليه بالطبيعة بشوية بشوية، ما تخليوش التمر يخرج على برا باش ما يتحرق لكمش هاكا. ونبدأ
شفتوا نسكروا بالكدا، ومن بعد نبدا نلم فيه ونعاود نشكله. هاكا نبدا نحل فيها بشويه بشويه ونعاود نشكلها. هاكا ريتو كيفاش ساهل، ما فيه حتى شيء، يمشي معاكم، لا يتحل ولا يتشقق ولا حتى شيء. ناخذ هوني القالب متاعي ونبدا نشكل في الكعبات متاع المقروض، ننزلوا بالكدا بالقالب باش يخلي لنا الزينه هذيك تبدا ظاهره. شفتوا كيفاش يجي مرتوب وكيف نقصوا ما يتفترتش، وما معناتها يجي كل كعبه وقتها، كل كعبه مرتوبه مريقله. هوني حبيت نعمل معاكم كعبات صغار بلاشي قالب. كيف كيف حليت الكعبة، حطيت في وسطها التمر وعاودت روليتها، وهيكا نقعد نرتب فيها هكاكا حتى اللي تولي مستوية. وتوا باش نقصها كعبات صغيرين، شوفوهم كيفاش يجيو مرتوبين، ريتوه. وهنا رجعنا للشحور متاعنا. عملت شطر كعبة قارصة عصرتها في الشحور، ومن بعد رميت شطر الكعبة هذيك وقعدت نتابع فيها. وقت اللي تشوفوا اللون متاعها بدا يحمر تسكروا عليه، معناتها راهو الشحور متاعكم طاب، وخليته يبرد. وهنايا بديت نقلي في كعبات المقروض متاعنا. الزيت ما يلزموش يكون سخون برشا وما يلزموش يكون بارد باش هكاكا المقروض يطيب. هوني كملت تقليد كعبات المقروض متاعنا. شوفوا اللون متاعهم يبدا عاطي على الدوغي، خليتهم بردوا وديريكت حطيتهم في الشحور سخون. يلزم يكون المقروض بارد والشحور سخون باش هكاكا يشرب المقروض الشحور وتولي فيه التعليكه هذيك. كي تحلوا الكعبه تجيك التعليكه المزيانه هذيك متاع المقروض. بديت نقلب فيهم باش يشرب الشحور بالكدا، وشفتوه الشحور ما يجيش يجاري وما يجيش عاقد، ولونه وريته كيفاه يبدا عاطي على الدوغي. وهذيك كعبة القارص كيفاش تبدل لونها، تولي عاطية شوية على حمورية باش هكاكا تعرفوا اللي الشحور نتاعكم طاب. وهذوما كعيباتنا طابوا. شوفوا ليك المنظر المزيان والعزيز والغالي. البنة نودكم ولا نشهيكم، الريحة كيف كيف هشوشة هشوشة هشوش وطري وفيها كالتعليكة من داخل وكل لون الدوغي المزيان. بصراحة الوصفة ناجحة 100%. جربوها وخليوا لي رايكم في التعليق، وانا متأكدة باش تجيكم مقروض عالمي اذا تبعتوا لي زاستوس اللي قلت لكم عليهم وتتبعوا الوصفة بحذافيرها. وشاهية طيبة، وبالطبيعة ما تنسونيش كما قلنا في اللايك والاشتراك في القناة.